السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير ويكون رمضان كده ايامه سعيدة عليكم وكلها خير يا رب، اللهم امين. يا رب تكونوا بقى ما بتنسوش صلاة الفجر والتراويح وكمان الفروض وقراءة القرآن كل يوم. ربنا يقدرنا كلنا جميعا يا رب. كمان شجعوا ولادكم يروحوا يصلوا ويعملوا كل حاجة زيكم ويقروا قرآن حتى لو صغيرين. شجعوهم علشان يتعودوا لحد ايه لما يكبروا. النهارده بقى قلت اجرب معاكم واعمل ايه، اجازف كده واعمل القطايف. ربنا يستر وهتطلع بقى الله اعلم، هنشوف. عندي رشة ملح ورشة سكر، او معلقة ملح ومعلقة سكر، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة خميرة فورية. تمام كده. وعندي كوباية ونص مية. هحط كل ده وهقلبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ انزل بالدقيق. لو عايزين المعيار اكيد اكيد يعني كوبايتين ميه وكوبايتين دقيق. نفس المقادير التانية بقى اللي انا قلتها لكم، معلقه ومعلقه ومعلقه، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر، معلقه خميره فوريه. تمام كده. وهفضل اقلب الدقيق كده بالمضرب كويس جدا لحد ما يبقى سمكه زي ما انتوا بتشوفوه بره كده، ما يبقاش تقيل. تمام. يعني لازم تكون سايله، ما تبقاش تقيله، لان لو تقيله مش هتبقى حلوه معاكي. وهتسيبيها طبعا تغطيها كده بسلوفان او قصدي اللي هو الاسترتش ده، او اي حاجه عندك، فوطه نظيفه، كيسه نظيفه، فاهميني؟ بس تبقى نظيفه يعني ما استخدمتيهاش الكياس اللي هي بتبقي هتفرزي فيها او تعملي فيها يعني. وسيبيها على جنب كده نص ساعه او حاجه لحد ايه ما تخمر. يعني اعمليها وسيبيها تريح على ما انت تعملي. انا كنت بعمل الفطار، سبتها تريح شويه على ما عملت الاكل بتاعي وجهزته وتمام يعني. وبعدين بدأت بعد كده ان انا اعملها. ما تكسلوش بقى وتقولوا لا مش هنعرف وتستسهلوا ان انتوا تجيبوا من بره. على فكرة الحاجة بيبقى ليها طعم تاني خالص من البيت، نظيفة وجميلة وانتي عاملاها بايدك. كمان ولادك بتفرحيهم قوي لما بيبقوا واقفين حواليكي. يعني انا ولادي كلهم واقفين، بصوا عمالة بكلمهم فكلهم واقفين بيتفرجوا عليا وفرحانين جدا. واللي ينتش منك لو عيالي، ابني لسه صغير قوي يعني، فبقى ينتش مني كده وياخدها ويطلع هو واخته. انما الاتنين التانيين ما شاء الله ربنا يبارك يا رب، اللهم بارك، صايمين. متنسوش بقى تعلموا ولادكم كمان ان انتوا تخليهم يصوموا ويتعودوا على الصيام. اهو بصي بقى عندي اي جريل عندك او اي طاسه، اي حاجه تكون ما بتلزقش. يعني انا ده بتاع الكريب. على فكره انا مصبناه ومنضفاه يا جماعه عشان ما حدش بس يعلق ويقول ان هو لا، انتوا عارفين الحاجات دي اصلا مع الاستعمال بيبدا اللون اللي فيها ده ما بيطلعش. هتدهنيها اول مره كده دهنه بسيطه بزيت، دهنه بسيطه جدا. يعني هو اصلا مش بيحتاج اي حاجه، يعني هو انا جايباه جرانيت فمش بيحتاج اي حاجه. اهو بصوا بقى هبدا بكبشه. هنزل زي ما انتوا شايفين بس خلوه على نار هاديه. انا كنت بهدي هنا النار علشان ايه يعني تستوي كويس قوي، ما تحمرش بسرعة الوش وهي تبقى لسه نية من جوه. وعلى فكرة من علامات نجاح القطايف علشان تبقوا عارفين ان هي بتبقى كلها كده ايه مخرمة تخريمات كده. دي القطايف الناجحة يعني. انا هنا كنت بحاول اشوفها هتطلع لان كنت لسه اول مرة اعملها، انا اول مرة اعملها معاكم. جربوا وما تخافوش، جمدوا قلبكم كده. مره لو طلعت بايظه المره التانية هتطلع كويسه، مره طلعت وحشه طعمها مش قد كده، المره هتطلع جميله وممتازه معاكي. فيعني انا والله دايما بجازف وبعمل وبجرب. بحب جدا ان انا اجرب حاجات جديده، اعمل حاجات جديده. وبفكر كمان برضو ان انا ان شاء الله اجرب واعمل معاكم الكنافه في البيت. فربنا يسهل. بس انا بفكر ان انا يعني ايه اعملها ازاي. عايزه الحاجه اللي انا هرش بيها الكنافه يعني، فاهميني؟ فان شاء الله اول ما الاقي حاجه اعمل بيها كده ان شاء الله هعملها معاكم. بس والله الحاجه بتبقى ليها طعم تاني خالص في البيت وجميله ونظيفه واولادي فرحوا. كفايه الفرحه اللي بتبقى في البيت اصلا وانتي بتعملي يعني. وعملت كميه كبيره قوي معايا، يعني كوبايه ونص دقيق، اقل كمان من كوبايه ونص. عملت معايا كميه هتشوفوها في الاخر ما شاء الله اللهم بارك، كميه حلوه محترمه يعني. اهو بصوا هعمل معاكم بقى الكميه كلها. وبعد كده هعمل الشربات بتاعها، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وعصرة ليمون او نص ليمونة يعني، وكيس فانيليا او رشة فانيليا. يعني هنا كنت بحوش الزيادة اللي وقعت مني يعني.
بس والله طلعت تحفة جدا. اهم حاجة بعد ما وانتي بتطلعيها كده، بعد ما تخلصي الكمية كلها، غطيها. بصوا بقى بتبدأ تجف تجف تجف، يعني ايه، تلاقوا اللون الابيض ده بيختفي واحدة واحدة كده وبيروح منها، وبتبدأ كلها ايه، تبقى اللون اللي انتوا بتشوفوه ده، اللي هو اللون اللي مفهوش يعني مفهوش دقيق. لون جميل كده، وريحتها كانت، بصوا والله العظيم بنتي كانت في الدرس وجايه بتقول لي الله يا ماما انا كنت عماله اقول في حد بيعمل قضايف. طلعت تحفه يعني، ومش مكلفه، ما فيهاش اي حاجه مكلفه، ولا لبن ولا زبادي ولا بيض ولا كل الحاجات الغاليه دي، مش مكلفه خالص ومش فيها. دي مجرد كوبايه دقيق، جربي فيها، بلاش كوبايه ونص ولا اي حاجه، كوبايه دقيق، نص كوبايه دقيق، وجربي الاول وشوفي واعمليها، وجمدي قلبك كده. طلعت حلوه تمام. طلعت منك بايظه اكيد المره اللي من بعدها ان شاء الله هتطلع كويسه وحلوه معاكي. انا مش عايزه ازهقكم، معلش. عملت عشان بوريكم مره واتنين وتلاته انا عملتها ازاي. اهي بصوا، بصوا بقى الكميه اللي في الاخر اتعملت معايا وطريه وجميله ازاي. انا كنت مغطياها، بصوا بوريكم ان هي بتتقفل بسهوله قوي، واحلى من بره والله العظيم يا جماعه، احلى من بره بكتير جدا جدا جدا. وكنت عامله الشربات بتاعها، انا غطيتها بقى، الفوطه دي نضيفه ما حدش مستخدمها خالص، فغطيتها عشان تفضل طريه. شايفين الفوانيس بتاعتي الجميله، الزينه بتاعتي بتاعت رمضان، في مفرحه نفسي كده ومفرحه مطبخي. هنا بقى كنت الصراحه قبل ما ضربت كريم شانتيه وعملت السوداني كده، جرشته وحطيت شويه زبيب، وهبدأ بقى ان انا هقفل نصها. وانا برضو مغطياها علشان ما تنشفش. هاخد الواحدة وهقفل نصها، بصوا ممكن تقفليها بايدك، وهوريكم برضو طريقة تانية تسيبي نصها كده، عشان ده ايه، بعد ما اقليها معاكم في الزيت. هحشيها بقى. بس طلعت وهم والله العظيم، انا ما كنتش متخيله فعلا ان هي طلعت كده. بس انا دايما الحمد لله بسمي الله وانا بعمل اكلي وبعمل حاجتي، وبسيبها على الله يعني كده، بسيبها لله، هو بيسر لي كل حياتي. فالحمد لله مفيش بعد الكلمه دي اي حاجه، ان انتي سبتي ربنا واستودعتي نفسك عنده، فاكيد هو بيسر لك كل حياتك، خلاص مفيش كلمه تاني تتقال. اللي بيديهولك اكيد حاجه جميله ليكي وخير. اهو بصوا قفلت بالشوكه، يعني يا تعمليها بايدك يا تدوسي كده بالشوكه، ادتني شكل جميل بالشوكه الصراحه، فحبيت حكايه الشوكه. اهو هوريكم كام واحده، وبعد كده بقى ايه، بنوتي كانت عايزه تعمل فاديت لها، بتحب تساعدني وانا بحبها بعد ما تخلص مذاكرتها وقراءه الورد بتاعها والصلاه، بسيبها تساعدني يعني. هبدا بقى اقليها في الزيت، زيت نضيف خالص، ما يكونش انا قليت فيه اي حاجه، لسه حطاه نضيف يعني. اهو هحطها بقى معاكم. اهم حاجه تسيبي مكان فاضي يعني. لو عايزه تقليها تقفليها خالص، يعني تحشيها من جوه بقى بلح، تحشيها تمر، تحشيها زي ما تحبي مكسرات وتقفليها خالص، دي حاجه برضو حريه شخصيه. تحشيها كريمه وتقفليها خالص برضو انت حره كده. انا كنت خلصت الاكل كله ما شاء الله اللهم بارك، كنت عامله سبانخ، وكنت عامله لسان عصفور ورز وفراخ وسلطة. والحمد لله يعني، انا صراحة عملت اول يوم وليمة كده جميلة ما شاء الله، كان نفسي اصورها لكم بس الحمد لله يعني ما صورتش. كنت حابة ابدأ رمضان كمان ان انا اتفرغ اكتر واكتر، ان انا ابدأ رمضان بتعبد يعني، فالتصوير بياخد وقت، فما صورتش الصراحة. بعد كده بعمل على قدي يعني، برضو ما بعملش اكل، لو عملت على فكرة كذا صنف بعمله حاجات قليلة، ما بعملش اصناف كتير وبعد كده ارميها، فحرام الصراحة، ما برضاش اعمل كده خالص. بعمل اكل على قد اللي يكفيني وبس. هطلع بقى اهو بعد ما قلبتها على الناحيتين، اللون الذهبي الجميل ده، هحط هنا عندي في الشربات. احطها في الشربات واطلعها، وهعمل الكمية كلها هقليها واحطها في الشربات واطلعها، وبعدين هحشيها معاكم بقى الكريم شانتيه، وهحطها معاكم في المكسرات. بس هتلاقوها بعد كده والله العظيم، جربوا الوصفة دي عمركم ما هتندموا، وهتلاقوها تحفة وطعمها تحفة. استنوا بقى، بصوا معايا، هعمل كل الكمية اهي، بصوا بحطها في الشربات. والشربات على فكرة بيطلع جميل جدا بالمقادير دي، كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة ليمون، ورشة فانيليا. كمان الفانيليا بتخلي ريحة الشربات حلو قوي قوي، بتبقى جميلة. انا دايما بحب احط الفانيليا في كذا حاجة كده بتخلي لي الاكل طعمه وريحته بتفرق صراحة.
هي يعني انا كنت عامله الشربات مظبوط، ومش تقيل قوي ولا خفيف قوي، علشان يبقى ماسك في القطايف بتاعتي وتبقى حلوه كده. خلصت الكميه كلها وحطيتها زي ما قلت لكم كلها في العسل. كريم شانتيه انا كنت ضرباه اهو، لازم يبقى تقيل وماسك كده، ما يبقاش خفيف يعني. اهو بصوا، هحط كريم شانتيه الاول، وده سوداني مجروش وزبيب. انا ما فيش عين جمل ولا بندق ولا اي حاجه يعني، برضو حاجات رخيصه. السوداني والزبيب الاتنين ارخص من بعض يعني. هما مش رخاص قوي، بس ارخص من البندق واللوز والحاجات التانية دي، فاهمني؟ عشان برضو في ناس هتكتب الحاجات دي مش رخيصه. بصوا بقى الشكل في الاخر، جميل جميل جميل. وبألف هنا يا رب اللي ياكل. جربوها بقى، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وكمان المتابعه في الصفحه.